أهلا وسهلا بكم أصدقائي بمطبخنا مطبخ سجود. اليوم حنحضر وياكم طريقة عمل الفطر بأسهل طريقة. المكونات اللي أحتاجها مثل ما هي ظاهرة أمامكم بالشاشة: 2 عدد بصل، 2 عدد طماطة، 2 عدد فلفل أخضر، 2 عدد فلفل أحمر، 3 إلى 4 ملاعق زيت، 400 غرام فطر مقشرته بدون غسل، 150 غرام جبنة شيدر، برشته. البهارات اللي أحتاجها: 1 ملعقة صغيرة ملح، 1 ملعقة صغيرة بابريكا، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، وواحد ملعقة كبيرة معجون طماطة. هنا أنا حبدي أقطع الفطر مكعبات: البصل، الفلفل الأخضر، الفلفل الأحمر حقطع شرائح، والطماطة أقشرها قبل لا أقطعها. هنا نجي أضيف بالطاوة 4 ملاعق زيت، أضيف عليها البصل والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر مقطعة شرائح، وأحركها إلى أن تذبل ويتغير لونها. هنا أنا حضيف عليهم الفطر اللي أني مقطعته مكعبات، واستمر بالتحريك إلى أن يبدأ الفطر يذبل ويتغير لونه مثل ما انتم شايفين هنا. بس يبدأ الفطر يذوب معي، أضيف عليه الطماطة اللي مقطعتها أني مكعبات، معجون الطماطة والملح والبابريكا والفلفل الأسود، وأخلطهم سوية إلى أن يتجانس الخليط وتتداخل المكونات مع بعضها البعض. هنا أنا أغطيهم وأتركهم لمدة 2 إلى 3 دقائق حتى تتجانس المكونات. هذا الشكل النهائي للفطر. هنا كمل عدنا حضيفه بالبايركس مثل ما انتم تشوفون، وحضيف فوقه جبنة الشيدر اللي أنا بارشته. هنا حفتح الفرن على درجة حرارة 200. بس يسخن الفرن أدخل البايركس اللي أني حضرته واتركه لمدة 15 دقيقة. بس يبدأ الجبن بالذوبان، هنا تكون طبختنا جاهزة وحاضرة للأكل. وهذا الشكل النهائي للطبخة، وألف عافية. ولا تنسوني من اللايك والاشتراك وفعلوا خاصية الجرس حتى يصلكم كل إشعار جديد من قناتنا. ومع السلامة.